لحظة الفرح اللي انت فيها دلوقتي عايز اقولك اعصرها، عيشها بكل ذرة في كيانك، لأن ربنا وحده العالم هي هتتكرر تاني امتى. بس في الوقت نفسه ارمي بعينك لبعيد شوية، ولو مرة واحدة وسط صقرة السعادة بص على اللحظة اللي الحياة هتقلب فيها الصفحة. السلام عليكم. الدكتور أحمد زويل الله يرحمه وهو بيمضي عقد تعيينه مستشار علمي لرئيس الجمهورية في أمريكا استوقفوا بند في العقد كده بيقول إنه مستشار مؤقت. خد العقد وراح على مسؤول الرئاسة هناك وقال له يعني إيه مؤقت؟ يعني معلش، هو أنتوا جايبيني تجربة يعني وأنتوا حاطين في دماغكم إنكم هتمشوني؟ دونت سمول أس. هو طبعا الدكتور أحمد زويل أكيد ما قالش كده، دي ترجمة مني أنا تجويدة يعني. المهم مسؤول الرئاسة الأمريكي حاول يهديه شوية وقال له يا دكتور صلي على النبي، بس أنت إيه اللي مضايقك دلوقتي؟ الدكتور أحمد زويل قال له إن دي إهانة لا أقبلها، أنا مش محتاج المنصب ده أصلا، أنتوا اللي محتاجيني ومحتاجين خبرتي، وأنا جاي هنا علشان أضيف ليكم. تقوموا تكتبوا لي في عقد التعيين إن مستشار مؤقت؟ معناه إيه الكلام ده؟ المسؤول بتاع الرئاسة قال له يا دكتور أحمد، هو حضرتك مستشار مين؟ قال له مستشار رئيس الجمهورية. قال له طيب، ما رئيس الجمهورية مؤقت وأنا مؤقت والعالم ده كله مؤقت، أنت ليه مشخصنها؟ في خطأ تقني يا جماعة فادح، معظمنا لو ما كانش كلنا بيقع فيه وإحنا بنتعامل مع الحياة. ما بنحطش في اعتبارنا إننا بنسحب طول الوقت من أرصدة قابلة للنفاذ، مش قابلة بس، لا، ده مصيرها الطبيعي أصلاً إنها تنفذ. مفيش حاجة في الحياة هاز نو إند. الحياة نفسها بكل ما تحمله من مسرح أحداثها هي حياة مؤقتة ومرهونة بأجل غير معلوم. أنت بتجري بكل سرعتك، بتحب، بتتجوز، بتحلم، بتشتغل، بتدخل معارك وصراعات، لكن في لحظة ممكن تسمع كلمة كات، كل الأكشن ده يقف، وشرفت وأنست، أنت إقامتك في الدنيا خلصت خلاص، ويا ريت تكون الخدمة عجبتك. في حد فينا عنده ضمانات؟ حد فينا من حقه يجيله إنذار على يده محضر قبل اليوم ده؟ الأمل هو أعظم شعور بشري على الإطلاق، هو المحرك الفعلي لكل أحداث الحياة، بل هو الحياة نفسها من غير مبالغة. لو مفيش أمل مفيش حياة، بس الأمل ده في أوقات بيخلينا ننسى إن مفيش أي قيمة في الدنيا اللي احنا عايشينها unlimited. يعني الحسن البصري كان ليه مقولة عظيمة بحبها قوي، كان بيقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك. لما الحياة بتورينا يومين حلوين بنعتقد إنهم مش ممكن أبدا يخلصوا، بنعيشهم بكل طاقتنا وما بنديش نفسنا دقيقة واحدة نفكر فيها إحنا هنعمل إيه لما الدنيا دي تدينا وشها الخشب. لما بنقعد على كرسي مسؤولية يسمح لنا ندي أوامر ونواهي، نرفض ده ونخصم لده ونرجع ده يمسح السلم الوظيفي من أوله بعد ما كان خلاص قرب يوصل لآخره. ما بنحاولش نوقف نشوة السلطة لثانية واحدة نسأل فيها نفسنا هو في كام واحد قعد على الكرسي ده قبلي، وفي كام واحد هيقعد بعدي، وكلهم راحوا فين أو هيروحوا فين؟ الجين البشري من أول الخلق مطبوع عليه اعتقاد في الأبدية. ما أقدرش أقول إن ده مش صح لأنه جزء أصيل من عقيدتي الدينية، ولكنه تطور بشكل مرضي نابع في الأصل من تضخم الأنا عند كل إنسان فينا، ووصل لتطبيق بقى الإنسان فيه بيتجاهل لحظة نهاية كل شيء، بيتعامى عنها وكأنها مش ممكن تيجي، رغم إن بصة صغيرة على دورة واحدة من ملايين دورات الحياة هتوريك إن الدنيا ماشية طول الوقت بين بدايات ونهايات. لحظة الفرح اللي انت فيها دلوقتي عايز أقولك اعصرها، عيشها بكل ذرة في كيانك، لأن ربنا وحده العالم هي هتتكرر تاني امتى. بس في الوقت نفسه ارمي بعينك لبعيد شوية، ولو مرة واحدة وسط صقرة السعادة بص على اللحظة اللي الحياة هتقلب فيها الصفحة وهتبتدي معاك مشهد جديد، علشان ما تتفاجئش ساعتها
كمان الحزن اللي متسلط عليك دلوقتي، بص في عينه بقوة وبجاحة وابتسم، وخليك عارف ومتأكد إنه هيخلص وإنت على قمة النجاح. افتكر إنك هتنزل تحت في يوم من الأيام، ولما تكون تحت خليك متأكد إنك مسيرك تطلع فوق، أو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تستقواش، واوعى تخلي شبابك أو صحتك أو فلوسك أو مركزك أو عزوتك يغروك. لو ما مرتش في رحلتك بلحظات ضعف وانكسار ما تبقاش إنسان، وانت إنسان وكلنا عارفين إنك إنسان. فلما تلاقي نفسك قوي قل: سبحان من يغير ولا يتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الناس اللي حواليك وبيحبوك مش شيكات على بياض. خد من مشاعر الحب والتسامح عندهم بالمعروف. ما تحاولش تستهلك رصيدك في قلوبهم، لأنك غالبا مش هتعرف تشحنه تاني. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك ناقص علشان يبقى الكمال ليه وحده، وخلقك ضعيف علشان تبقى القوة ليه وحده، وخلقك فاني علشان يبقى البقاء ليه وحده. فما تنساش نفسك الله يخليك، عشان هتفوق على صدمة مش هتستحملها. وربنا يرحم عمنا بيرم التونسي لما قال إيه مراد ابن آدم؟ قلت له طقة. قال إيه يكفي منامه؟ قلت له شقة. قال إيه يعجل بموته؟ قلت له زقة. قال حد فيها مخلد؟ قلت له لأ. وكل سنة وانت طيبين.